ما يروحش السجن. والا احنا كده بنقول للناس ما تعملوش مشروعات، ما تجربوش تاني. مؤخرا كان في يعني نوع من انواع الخلاف او نوع من انواع يعني ردود الافعال الغير طيبه حول تسويه بعض المتعثرين او كبار المتعثرين، ان في تعنت من قبل البنوك، وفي البنوك حتى اللي كانت مضت على تسويات للمتعثرين قبل الثوره مش عايزه تنفذها، واشهرها تسويات مجدي يعقوب، تسويات رامي لكح وخلافه. يعني انا هقول حقيقي، يعني احنا مش متعنتين، ده بالعكس، ده احنا والله تحملنا خسائر كبير عشان نسوي. يعني كل اللي سوينا معاهم وقالوا الاسامي اللي حضرتك سمعتيها دي كلها، تنازلنا عن اموال كتير واخدنا اموال كتير، يعني فلوس قلنا نتحرك لقدام، لكن احنا بالعكس ما كانش في تعنت خالص، وهنا عرضنا نفسنا، لان والله لو كان في ناس غيرنا ما كانوا عملوا تسويات خالص، كانوا يخافوا من المساءله، يقول لك انا اعمل تسويه، يجي حد بكره يقول لي انت اتنازلت له على شويه فوائد ولا. لكن احنا بصراحه يعني قلنا دي مصلحه البلد وعملناها. رفضت الحد الاقصى لمرتبات البنوك، قلت لا لازم نحرر. انا باخد اقل مرتب رئيس في مصر او زي نواب رؤساء البنوك الثانيه الخاصه، وانا يمكن اعلنت عن مرتبي في الصحف عشان الناس ترتاح. اللي انا عايزه ايه؟ مش عايزين نقول نوفر في المرتبات والمليارات بتاعت البنوك تروح تاني زي ما راحت قبل كده. احنا زمان كنا بنستخسر وندفع فلوس صغيره، والناس بنجيب ناس ما عندهمش القدره ان هم يديروا. احنا الجهاز المصرفي بيدير تريليون و200 مليون. بالظبط. ونحافظ عليهم. النهارده لو اديتيهم للناس مرتباتهم صغيره، الفلوس دي نصها هيروح. انتوا عايزين فلوس نصها عشان ادي. انا جبت واحد خبير مصري بقاله 30 سنه في الخليج وفي لندن. كان بياخد كام مرتب بره؟ بره 18 مليون في السنه جنيه، 3 مليون دولار. طيب احنا في مصر بنقول ايه؟ عايزين نجيب المصريين في الخارج. طب جبته. طب ادي له كام؟ لا اديله استثمار تديله اقل من اللي كان بياخده. اديله 5؟ انا اديت له مليون، يعني اديت له 100,000 في الشهر. وحش؟ قلت له تعالى يا محمد كفاياك عملت فلوس كتير، تعالى اخدم بلدك. قامت الثوره، قامت المظاهرات، ايه ده بياخد 100,000؟ الراجل ماشي قال لك لا راح على جنيف. مين اللي خسر؟ البنك الاهلي طبعا. البنك الاهلي. ده اللي هي الحقيقه لازم يبقى يعني احنا لازم نستعين بالعلم وبالكفاءه، يعني نرفع الحد الادنى ونرفع الحد الاعلى. يعني انا ضد تماما حكايه الكلام على المرتبات دي. احنا بنجيب الاكفأ، وعلى فكره زي حكايه مثلا ايه؟ ده اعجاب بالامر مباشر ولا مش بالمناقصه؟ انا بغالي ده كلام فاضي. بص انا راجل ما يهمنيش، ده كلام فاضي ما شفتهوش في العالم. انا راجل مسؤول، اي واحد مسؤول في مكانه ياخد القرار اللي هو شايفه صح. والناس بتجيب الحاجه الرخيصه البايظه، فبقت البلد كلها كده عماله تشتغل شغل بايظ وعشان تجيب الحاجه الرخيصه عشان تغطي مسؤوليتها. احنا مش نشتغل بالطريقه دي. احنا عايزين شغل حقيقي. انا عايز شغل حقيقي. انا ما يهمنيش ناخد قرار وانا عندي ثقه في قدراته وفهمه للامور. طيب لكن احنا هنحط الناس في قوالب ونحطهم كلهم في قالب واحد. مصر المستقبل، وانا عارفه ان عندك تصور كامل. انا بزعل اول ما بشوف البيروقراطيه دي والتحجر ده ونقول هنجيب مصر كده وهنطورها. مش ممكن، اقسم لك وانا راجل عندي خبره في الاداره كويسه ان مصر اللي يمكن تتطور بالمفاهيم دي. اكيد السوار اقسم لك مصر من اغنى دول العالم، ولكن اللي تعبها المفاهيم دي. اكيد يا استاذ طارق، السوار الشباب الواعيين هيبقى عندهم رؤيه يعني قريبه جدا من اللي هم عايزين العمل الحقيقي. هم مش من الفكر المتحجر ولا مؤمنه بالافكار اللي فيها زيت. الشعب المصري عايز بلده تنطلق. كفايه بقى المسؤولين يفكوا، عايزين نشكل قوانين وتشريعات مختلفه تساعد هذه الدوله على الانطلاق. طيب مصر المستقبل، وانا اعلم انك لديك تصور عن مصر المستقبل. مصر المستقبل في وجهه نظرك شكلها عامل ازاي؟ مصر المستقبل تبقى زي تركيا. تركيا الناتج القومي فيها النهارده تريليون دولار في السنه. احنا 200 مليار يعني 5 اضعاف. 200 مليار دولار. 200 مليار دولار. تركيا تريليون دولار في السنه. تريليون دولار. تركيا دوله مكوناتها عامله زينا. 70 مليون مواطن، احنا 80 مليون. على البحر الابيض برضه، مع عندها قطاع عام، كان عندها قطاع عام وشويه مشاكل قديمه بس انطلقت. جابت 10,000 خبير تركي من الخارج اتراك عشان يصلحوها، بس ما قالتلوش بقى انت بتاخد كام عشان يجي. طبعا صحيح، يشوف وظيفه جيده علشان يجي الوظيفه اقل. وتكون صلاحيات تشتغل، ما عادتش تقول لهم انت بتاخد قرار ده ليه وعملت دي ونقلت ده ليه وعينت ده ليه. انا باجي اعين في البنك انا اقول لك ايه؟ فين ابناء البنك؟ يعني ايه ابناء البنك؟ البنك ده مش ملك للناس، ده ملك للشعب المصري. مش ملك الموظفين، ملك للشعب.
ايه حكايه ابناء وعينوا ابنائنا؟ يعني ايه ابنائنا؟ الاكفأ. احنا لازم ندير مصر على اساس فكره كل ميريتوكراسي. ايه الميريتوكراسي؟ انه الانسان اللي يتقدم على اساس الكفاءه والتميز. للاسف في مصر ما بيحصلش. وعلى فكره الفساد في مصر يعني دخل للجذور. لما تيجي تشوف مثلا دكاتره الجامعه بعض منهم، انا عشان ما اتهمش الجميع، لما تيجي الطبيب يقول لك انا بسمع في الجرايد ابنه هو اللي بيبقى معيد. ده فساد. وده قاتل للمواهب. ما ينفعش. احنا عايزين المتميز والمتفوق هو اللي يبقى في المكان ويتقدم لقدام لكن كمان بقى مش عايزين الشخص اللي مش متميز يقول ايه واشمعنى ده بياخد كده عشان هو اكفأ. هنا بقى يقول لك دي مش عداله. عندي مثلا هنا في البنك يقول لك ايه احنا دفعه واحده، لو ده ياخد اكتر تبقى دي مش عداله. لا، ده هو العداله ان المتميز ياخد اكتر. طب حضرتك قلت في خطط قصيره متوسطه الاجل وخطط طويله الاجل. طويله الاجل لازم يبقى لنا خطه اقتصاديه في مصر. لازم يبقى لنا خطه. ما عندناش خطه، وعلى فكره انا ما اعتقدش في السنين اللي فاتت دي كان عندنا خطه. اللي قبل الثوره ما كانش. كلها كانت حاجات خطه كامله. هنبني مصر ازاي؟ لحد سنه كام؟ ناخدها من تحت بيسموها بوتومز اب، تبتدي من المحافظات والاجهزه الحكوميه تشتغل ووزاره التخطيط تشتغل ونبتدي نعمل خطه نشوف عايزين نحقق ايه تصورنا. احنا ما عادش عندنا وزاره تخطيط. عايزين نبقى نمره كام في العالم في التخطيط. عايزين ناخد نصيب في الاسواق الاوروبيه كام في الميه من المنتجات النهائيه في الغزل. عايزين نبقى في الصناعه الثقيله ايه. عايزين السياحه استراتيجيتنا ايه. يبقى نصيبنا من السوق السياحي كام. احنا بيجي لنا 12 مليون سائح، فرنسا بيجي لها 60 70. طب احنا عايزين نوصل لكام؟ الماركت شير. نبتدي نعمل اول خطه وبعدين نبتدي نشوف ايه الموارد المطلوبه لها وبعدين نشوف الاداره اللي مطلوبه تنفذ الخطه دي. نجيب اكفأ ناس عشان تنفذها ونشوف مطلوب لهم ايه مرتبات ونديهم صلاحيات وبعدين نبتدي نغير البيئه القانونيه والتشريعيه عشان يقدروا ينفذوا الكلام ده على مستوى الدوله وعلى مستوى المحافظات وتبقى معروفه ايه اللي وبعدين يحصل متابعه لتنفيذ الخطه ويتشاف ايه نتائج الخطه ونبتدي نشوف ايه الموارد الماليه المطلوبه. على فكره لو بقى عندنا خطه سهل ان احنا نجيب موارد ماليه. انا اقول لك احنا ممكن نطلع ونسوق مع الدول الاخرى وسوقتوا قبل كده وسوقنا هنعرض عليهم ياما سوقنا يعني مثلا سوقتوا كتير من لسه مسوقين سندات دولاريه بنص مليار. وبعدين انت فادوك دول شويه يا استاذ طارق النص مليار دولار دول. فادوك عشان احنا كنا بنحاول نقرا ده ونجيب الموارد الماليه ويبقى فيه البيئه القانونيه والتشريعيه ويبقى البرلمان يبقى متفهم وموافق على هذه الخطه عشان يدعمها. شايف الحكومه الراهنه هتقدر تعمل الخطه دي ولا الحكومه اللي تكمل بعد البرلمان؟ هو انا ما اعرفش يعني الحكومه الحاليه هم بيقولوا في الجواب هي حكومه تسيير اعمال. وهم رافضين بيقول لك احنا حكومه صناعه المستقبل بس للاسف احنا مش شايفينهم بيصنعوا المستقبل. بس انا رايي يعني ان احنا الاول نديهم دعم ونهدى شويه. ايوه بس كده الخطه اللي بنقول عليها احنا كلنا عايزين الخطه. يعني انا اقول لك حاجه يا استاذه دينا يعني انا لما جيت اشتغل وقت المظاهرات هنا في مكتبي ده يمكن تعرفي تشتغلي المظاهرات واقفه على باب الشارع. ماشي بس المفروض يكون عندنا حاجه زي مش بانك زي مجموعات اقتصاديه مجموعات مفكرين عصام بيروحوا في البيت. معلش يا استاذ طارق بس برضو يعني مصر لن تخسر هذا يعني لن تخسر تأجيل الخطط. النهارده يوم الرجوله والعطاء لمصر، كل واحد يتنازل شويه عن شخصيته عن يعني مطالبه الشخصيه ويصبر شويه ويدي فرصه لقيادات الدوله انها بقى تدير الدوله حقيقه. والا احنا كده هنفضل غرقانين وبعدين يعني في خلافات سياسيه واجتماعيه في حاجات كلام ما اعرفش مين اتجوزت مين. يا اخي اللي تتجوز تتجوز واللي ما يتجوز ما يتجوزش. احنا عندنا حاجات اهم من كده بكتير قوي. يعني ما يصحش ان احنا البلد كلها قاعده في الجرايد تتكلم على مين واحد مسلم يتجوز واحده مسيحيه. قصيره الاجل. وبعدين القانون موجود اللي عنده شكوى يروح القانون. قصيره الاجل فورا النهارده المفروض نعمل ايه؟ اتكلمنا قلنا ان السياحه لازم ترجع افضل فورا نحل الامن. طيب ولازم الفيسكال ستيمولس لازم ان احنا نبتدي نضخ في مشروعات الحكومه مشروعاتها تكملها. طيب وتبتدي تدفع للمقاولين فورا ويبقى في نشاط سيوله. طيب اسعار الفايده شايف ان اسعار الفايده الراهنه ونام بقى 13 يعني بقى من فبراير 2009 الى الان ما اتحركتش. التضخم خلى اسعار الفايده سالب. شايف انه مش المفروض انها تتحرك؟ ما انت بين حدين هتقللي هتزودي اسعار الفايده يبقى حجز الموازنه العامه يزيد
وكمان وتبقى في مشاكل تانية الحكومه ما تقدرش تقوم بدورها. وهتزودي اسعار الفايده، هتاثر برضو على الاستثمار لانه الناس عايزه تشتغل. طب في اجتماع بعد اسبوع، شايف ان المفروض تتحرك الاسعار ولا تفضل زي ما هي؟ انا ما افتكرش الموضوع مشكلتنا الحاليه اسعار الفايده، مشكلتنا الحاليه السيوله. مش مهم سعر الفايده، السيوله. طيب سؤالي الاخير لحضرتك، حضرتك ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر. وهو في عجاله ما اقدرش اعبر او اقفز من هذا الحوار دون ان اسال حضرتك بعد المعلومات الخطيره التي نشرت في الصحف وبالتحديد في المصري اليوم حول مقتل او ثبوت اغتيال المشير عبد الحكيم عامر. تعليق حضرتك او تفاصيل احنا هل عبد الناصر هو المتهم بقتل عبد الحكيم عامر؟ احنا من سنه 67 وهي عائله عامر، انا واخواتي واولادي واهلي، هي دي قضيتنا. ان احنا ناس صعايده عايزين ندافع عن شرفنا. وبصراحه النظم الدكتاتوريه يعني نكلت بينا وشوهت سمعتنا بالكذب. يعني كل اللي اتقال واتبنى على اساس معظمه كان اللي حسنين هيكل قالوا عن شخصيه عمي كلها اكاذيب. هو كان اكفاهم عسكريا، هو قتل لم ينتحر. قتل ازاي يا استاذ سامي؟ ما هو ده السر اللي احنا كشفناها بقى، يعني احنا عندنا مستندات في الموضوع ده. يعني احنا جبنا استاذ كبير في الطب الشرعي وعملنا اعاده دراسه لكل الملفات، واتضح انه اساسا السم اللي هم قالوا ان هو مات بيه اللي هو كان شايله تحت بطنه، اتضح انه ما ماتش بيه خالص. اتضح ان هم حقنوه حقنه قتل. حقنه قتل. وده التقرير، واحنا فتحنا يعني بصراحه السيد النائب العام، انا اعلم ان سياده النائب العام حقق في ده من فتره وتلقيته تعليمات من زكريا عزمي ان يتم توقف التحقيقات وقال لي لانه هيضر انا هحقق مهما حصل. هو قال لي كده، ومهما كان اي حد يدان ونحن لن نستريح الا ان الراجل ده ياخد حقه، لانه كان راجل شريف وامين وانسان قبل كل شيء. وكان هو مؤسس الجيش المصري، وكان يعني كبش فدا لكل غلطات السياسيين اللي نكلوا بالجيش على مدى السنين. يعني حقيقه يعني انت تتخيل في اليمن مات كم مسلم؟ 100,000. وقرار سياسي 20,000 مصري. ده المصريين الضباط كانت الكلاب بتنهشهم في الشوارع في اليمن. مين اتحاسب على الكلام ده؟ لازم الناس تتحاسب على اللي حصل ده، على الجرائم دي. الوقت مناسب دلوقتي لمحاكمه جميع الرؤساء انا دلوقتي فتحنا باب المحاسبه لمبارك. لازم تاريخ مصر يتعرف الحقيقي، وابطاله الحقيقيين تعرفوا، ومن خان يتعرف من خان. هم الراجل ده خانوه حقيقه، وهو كان راجل وشهم وجريء، وهو كان قائد الثوره ليله الثوره على فكره. هو اللي اقتحم القياده ليله الثوره على قياده المجموعه بتاع يوسف صديق. وانا بطالب انه مستندات ووثائق هذه التيم دفاع تفرق. مين المسؤول؟ المسؤول على لكن الشعب ده هو مسؤول عايزين نشكر حضرتك جزيلا، ونتمنى بكده جاي لمصر ميرسي خالص. نشكركم السادة المشاهدين في هذا الحوار الجريء وكلام على مسؤولية صاحبه الأستاذ طارق عامر، ونأمل أن نراكم قريبا إن شاء الله في حلقة جديدة من مصر بكرة. شكرا.